لن نفرط ولو في شبر واحد من الصحراء المغربية طالما نؤمن بوحدتنا وبوطنيتنا. ولتأكيد ذلك أيضا معنا كلمة لرئيس جمعية الصحراء المغربية والتنمية والتضامن فرع جهة طنجة. بسم الله الرحمن الرحيم. في خطاب 1975 في المسيرة الخضراء قال صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه لنقوم كرجل واحد من أجل وحدتنا الترابية من طنجة إلى القويرة. وقضية الصحراء فهي قضية مغربية لكل المغاربة سواء داخل المغرب أو خارجه. الملك 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 هذه رسالة أرسلناها إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة عبر رسالة بخصوص مقترح توسيع صلاحيات المينورسو بالصحراء المغربية. تحية طيبة. وبعد تلقينا في جمعية الصحراء المغربية للتنمية والتضامن فرع جهة الشمال جهة طنجة تطوان مقرها بجماعة العوامرة إقليم العرائش المقترح الرامي إلى توسيع صلاحية المينورسو بأقاليم من الجنوبية ليشمل مجال حقوق الإنسان بانتعاش كبير. وإذا نبعث لكم بهذه الرسالة لنا الأمل أن تتحكم الحكمة والرزانة موقفكم ومن خلالكم موقف مجلس الأمن في اتخاذ القرار الذي يدفع بحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية على أساس المقترح المغربي لإنشاء حكم ذاتي بالمنطقة الجنوبية من المملكة المغربية والذي لقى إجماعا على جديته ومصداقيته من طرف المنتظم الدولي. وعلى هذا الأساس نؤكد في جمعية الصحراء المغربية للتنمية والتضامن فرع جهة الشمال أن تغير طبيعة مهمة بعثة المونيرسو في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية يمس بالسيادة الوطنية ويفضل إلى وضع قطيعة مع المسار التفاوضي الجاري بناء على مبادرة المغرب متعلقة بمقترح الحكم الذاتي بأقاليم الجنوبية في ظل ثوابت الأمة المغربية الأساسية ولن يزيد إلا في تأزم الوضع بالمنطقة وبالتالي فتحها على كل الاحتمالات التي قد تدخل مسار التفاوض في نفق مسدود. وإننا نرى أن الأجدر بالمنتظم الدولي أن يعطي الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية والنهوض بها في المنطقة إلى المنظمات الحقوقية غير الحكومية الفاعلة والذات الفعالية والمشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالصحراء المغربية خصوصا أن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة الصحراء المغربية شكلت صلب اهتمام الفاعلين الحقوقيين والمدنيين وتعزز من خلال فتح لمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأقاليم الجنوبية كما في باقي الأقاليم المملكة المغربية. وإننا نندد بشدة بصمت منتظم دولي عن فظاعة خلق حقوق الإنسان بمخيمات المحتجزين بتندوف حيث الخرق السافر المستمر والمتصاعد وتؤكد يوميا ساكنات المخيمات بالحجج والوثائق المنشورة في تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية من ممارسة للتعذيب والاختطاف والتكريس للعبودية والرق والاحتضان لعناصر الجماعات الإرهابية وتعزيز صفوفها بعناصر من البوليساريو. ونطالب في جمعية الصحراء المغربية للتنمية والتضامن فرع جهة الشمال المجتمع الدولي بتعجيل بإجراء إحصاء شامل للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف ونطالب بضرورة تعجيل بإطلاق سراحهم للعودة إلى ديارهم بوطنهم من المغرب والكف عن متاجرة بورقة الصحراء المغربية داخليا وخارجيا كما نلح على ضرورة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب بشكل نهائي وقطعي. وفي الوقت الذي نؤكد في جمعية الصحراء المغربية للتنمية والتضامن فرع جهة الشمال على إصرارنا لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية يجمع جميع الصحراويين المغاربة تحت ظل المملكة المغربية الشريفة أدام الله عزها وجلالته الوطنية الراسخة. نأمل في المنتظم الدولي إعمال الحكمة والثبات على مسار المفاوضات التي أقرتها التقارير السابقة
بما يعجل من إيجاد حل سياسي متوافق عليه بين الطرفين النزاع في المنطقة الجزائر والمغرب. ومن هنا نؤكد أن حل أزمة الصحراء المغربية المفتعلة مرتبط بموقف الحكام الجزائريين في طرحهم المعاكس للعدالة قضية وحدتنا الترابية، والذي يعود خروجا عن المنطق التاريخي للمنطقة التي توحدها اللغة والدين والجوار، ومضي في الاتجاه المعاكس لطموح الشعوب المغاربية الطواقة إلى وحدة والتضامن والانخراط في التنمية المستدامة. وتقبلوا خالص التحيات والتقدير والسلام. شكرا لرئيس جمعية الصحراء المغربية للتنمية والتضامن جهة طنجة تطوان في جماعة العوامرة، والرسالة واضحة إلى مجلس الأمن بأننا مغاربة من طنجة إلى قويرة ولن نفرط في شبر واحد من مغربنا.